لو عايز تتكلم انجليزي زي الاجانب وتفهم كل حاجه بتسمعها بالانجليزي، فبعد اذنك ركز معايا النهارده دقيقه واحده بس. هقول لك على قاعده مهمه جدا في نطق الانجليزي هتفرق معاك 180 درجه، فبعد اذنك ركز معايا. واهم حاجه ان انت تردد وتقول ورايا كل حاجه بقول لك عليها عشان تنطق انجليزي صح. هقول لك النهارده بقى على قاعده سهله جدا وبسيطه. ايه هي؟ قال لي بص يا انس، لو عندي في الانجليزي حرف الاو، بص حرف ايه؟ الاو. خد بالك حرف الاو عشان انطقه صح. الشفايف بتكون الاول مفتوحه وبعد كده بضمها. بص او او. قال لي لو حرف الاو جه مع حرف الار، حرف الاو مع حرف الار، قال لي يا انس بعد اذنك انطقهم اور. اور يبقى او ار اور، او ار اور. اتدرب معايا لو انت عايز نطقك يبقى كويس وشبه الامريكان، يبقى قول او ار اور، او ار اور. حاول تتدرب واعمل معايا كده بايدك عشان خاطر تثبت القاعده عندك في دماغك وما تنساهاش خالص تاني. يبقى عندي او ار اور، او ار اور. يعني مثلا الكلمه دي بقولها بص فورم، فورم، ما تقولش فورم، لا اسمها فورم. ليه يا انس؟ قال لي او ار اور فبقول فورم. ناخد مثال تاني، الكلمه دي اسمها north، north، او ار اور north. الكلمه دي اسمها short، short، او ار or short، short. الكلمة دي اسمها fork، fork. اتدرب وقول معايا fork، o r or fork. الكلمة دي اسمها force، force، o r or force، force. والكلمة دي اسمها born، born، o r or born. يبقى دي القاعدة السهلة جدا اللي معانا النهاردة. لو عندك في الانجليزي o مع r بنطقهم or. دلوقتي بقى عشان اتاكد انك فعلا فهمت القاعدة دي، عايزك بقى تحاول تنطق لي الكلمة دي. الكلمة دي هنطقها ازاي؟ كلمة سهلة جدا وبسيطة. افتكر o r or. ولو عايز نعمل لكم فيديوهات تانية اكتر عن قواعد النطق اللي موجودة في اللغة الانجليزية، اكتب بس في التعليقات كلمة تم وهعمل لكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جدا. ولو حابين تسألونا عن كورس الصوتيات اللي نتعلم فيه اصوات اللغة الانجليزية وازاي ان احنا ننطق انجليزي صح، اكتب بس في التعليقات كلمة التفاصيل وانا بعت لكم حالا على الخاص عندكم كل التفاصيل الخاصة بكورس الصوتيات بتاعنا، وكمان نوضح لكم الخصم والعرض المتاح. شكرا ليكم، كان معاكم انس مصطفى واراكم باذن الله تعالى على خير فيديو جديد.